اهلا وسهلا بحضراتكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل صحة وسعادة. ميعادنا مع فيديو جديد بنتكلم فيه عن بعض الامور اللي ليها علاقة بالنادي الاسماعيلي، وزي ما حضراتكم متعودين معانا بنطلب منكم ان انتوا تذكروا الله وكمان تصلوا على النبي محمد، وان شاء الله يكون فيديو مميز، واكيد اتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم. وزي طبعا ما حضراتكم متعودين معانا في كل الفيديوهات بنطلب منكم ان انتوا تدوسوا لايك للفيديو، واي حد مش مشترك في القناة يسعدنا ان هو يشترك فيها عشان نستمر في تقديم الفيديوهات اللي ليها علاقة بالنادي الاسماعيلي، ونفضل على طول موجودين في خدمة النادي الاسماعيلي. طبعا كلنا بعد الخسارة الكبيرة اللي حصلت قدام غزل المحلة تقريبا كل جمهور نادي الاسماعيلي مصاب بالاحباط الحقيقة من المنظر او من الاداء اللي شافوه مع لاعبي النادي الاسماعيلي. وزي ما قلت لحضراتكم مرة واتنين وتلاتة كنا بنمني النفس ان احنا نحقق الفوز، وقد ايه التلاتة بونت دول هيفرقوا بشكل كبير مع النادي الاسماعيلي، ولكن قدر الله ما شاء فعل، ونزلنا لقينا ان الفرقة تقريبا ما كانتش مركزة، اللعيبة ما كانش عندها الرغبة الكبيرة ان هم يحققوا الفوز. ومعرفش بقى نقول اللعيبة كان عندها ثقة زايدة بعد الفوز اللي حققوه على طلائع الجيش، وده طبعا اللي لقيناه بقى عكس الكلام اللي موجود مع غزل المحله، ان هم كانوا نازلين اكتر استقرارا من النادي الاسماعيلي، كمان عندهم اصرار كبير جدا واصرار رهيب في تحقيق الفوز. طبعا استغلوا حالات الطرد اللي حصلت للنادي الاسماعيلي وقدروا ان هم يسجلوا هدف واثنين وثلاثه. طبعا تبعيات الكلام ده داخل إدارة النادي الإسماعيلي أو داخل الفريق الأول، الحقيقة الوضع مش على ما يرام، وإن إدارة النادي الإسماعيلي يعني متضايقة جدا وشايفة إن الخسارة دي جت ضدها، وإن الجمهور هيبدأ يطالب بالاستقالة والجمهور هيطالبهم بالرحيل، وكفاية بقى لحد كده. حتى كمان المدير الفني شايف إن الأمور بدأت تتصعب عليه، حتى كمان اتكلم مع بعض المقربين ليه ان هو شايف ان الظروف مش خدمته، وان هو كان نفسه يعني يحقق نتائج افضل واحسن من كده. ولكن فكرة ان النادي الاسماعيلي بيتعرض لخمس حالات طرد في 5 مباريات، فالحقيقة الموضوع يعني زاد عن حده كبير جدا، وان الحكام بشوف ان هم يعني بيستقصدوا النادي الاسماعيلي. وطبعا هنا ما بقولش ان الحالات الطرد كلها فيها مشكلة او فيها شك، لا، ولكن بعض الامور اللي بتحصل جوه المباراة الحقيقة من جانب التحكيم بيكون ضد مصلحة النادي الإسماعيلي. كمان موضوع الخسارة ده اللي خلى بقى الأمور كلها تشتعل تحديدا مع بعض اللعيبة اللي موجودة واللي بتشارك مع النادي الإسماعيلي. وخلينا نخص بالذكر هنا محمد خطاري، واللي نال يعني الموضوع الأكبر من حيث الانتقاد، والموضوع كمان وصل لبعض التجاوزات في حقه. ولكن طبعا بعض الناس بتتكلم ان هو ما عملش اي حاجه مع النادي الاسماعيلي لحد دلوقتي، وان بعض الجمهور بدا يتكلم في الفرصه الذهبيه اللي جات له في مباراه بيراميدز واللي حطها في السما فوق. طبعا خلينا اقول لك ان احنا كجمهور من حقنا ان احنا ننتقد ونقول اللي احنا عايزينه، ولكن بنكرر وبنأكد مرة واتنين وتلاتة موضوع الانتقاد ده ما ينفعش يزيد عن موضوع التجريح، وان انا ابدأ اخبط في اللاعب او ان انا ابدأ اقول كلام بعيد عن كرة القدم. انا بقول ان من حق اي جمهور في العالم ان هو يعلق وان هو يقول اللي هو عايزه، لان هو الحلقة الاكبر والاقوى في المنظومة. ولكن فكرة ان انا بقى ابعد عن الانتقاد اللي في صالح النادي الاسماعيلي واخش بقى في انتقاد او ان انا اهدم اللاعب او ان انا اخش في تجاوزات، الكلام ده مرفوض تماما. نرجع لموضوعنا، بس انا حبيت انوه عشان حضراتكم تعرفوا احنا ايه هي وجهة نظرنا. بنحب ان احنا نتكلم في اي حاجة ليها علاقة بالنادي الاسماعيلي وكمان بتخص مصلحة النادي الاسماعيلي. فمن ضمن التبعيات اللي حصلت بعد خسارة الاسماعيلي من المحلة هو اللاعب محمد خطاري واللاعب نادر فرج. جمهور كتير جدا وعريض من جمهور نادي الاسماعيلي سب غضبه على الاثنين لعيبه دول، وبداوا يتهموا محمد خطاري ان هو مقصر مع النادي الاسماعيلي، وان هو مش نفس الاداء اللي ختم بيه الموسم اللي فات، وان هو ما عملش اي حاجه، ما فيش اداء ليه يذكر مع النادي الاسماعيلي. على الناحيه الثانيه كمان نادر فرج، الناس بتتكلم وبتقول ايه هو دوره مع النادي الاسماعيلي لحد دلوقتي. بنتكلم وبنقول ان هو ساعات بيكون ايجابي على المرمى وبياخد الكوره وبيطلع وبيروح، ولكن ايه هي المحصله او النتيجه في الاخر؟ صفر. فده الحاله اللي وصل ليها جمهور نادي الاسماعيلي، ان شايف ان في بعض اللعيبه اللي موجوده واللي بتشارك في ارضيه الملعب متخاذله وما بتقدمش اي جديد كمان مع النادي. فزي ما قلت لك ان الخساره اللي للاسف حصلت من غزل المحله خلتنا احنا كجمهور نتضايق بقى ونقول اللي احنا عايزينه، لان الحقيقه الوضع كان صعب جدا. انت بتلعب مباراه على ملعب
ملعبك في حضور جماهيري كبير موجود، فكان من المفترض ان انت تستغل كل الامور دي كلها في صالحك انت. ولكن شفنا التهور والطرد اللي حصل من عبد الكريم مصطفى اللي قلب المباراة كلها واللي خلى الامور كلها تروح في كفة وفي صالح غزل المحلة. فانا الحقيقة مش قادر افهم. اتمنى ان اللعيبة تركز شوية. انا عارف ان اللعيبة عندها الحماس والاصرار والرعونة، ولكن كل ده ممكن يتقلب عليك. وابسط دليل زي ما احنا شفنا في مباراة المحلة، اتغلبت بنتيجة كبيرة جدا جدا 3-0 تقريبا عمرها ما حصلت من غزل المحلة. وكمان تحديدا بقى مع ان التاريخ بيميل ليك وان انت من اكتر الفرق اللي فزت فيها على غزل المحلة، او حتى لما تقول النتائج بينك وبين غزل المحلة كلها في صالحك. كمان بقى من ضمن التبعيات دي، سيبك بقى من اللعيبة او الفريق الاول، الموضوع كمان راح للادارة. واللي بالمناسبة هقول لك موضوع مهم جدا جدا بيخص الادارة في اخر الفيديو. خليني اقول لك بقى ان انا كنت واحد من اللي متواجدين في المباراة اللي كانت قدام غزل المحلة. ان جمهور نادي الاسماعيلي الحقيقة صب غضبه بشكل كبير جدا جدا على مجلس الادارة، وتحديدا الاعضاء اللي كانوا موجودين في الاستاد، وهم الاستاذ فرج عمران واحمد فهيم وشوقي عوض. الثلاثة دول كانوا قاعدين في المقصورة، والحقيقة يعني تم هجومهم هجوم شديد جدا جدا من جانب الجمهور اللي كان متواجد. وان الناس بقى يعني اكتر حاجة قالتها لهم: ارحلوا، كفاية كده، تعبنا وزهقنا من الوضع اللي بنشوفه على ايديكم، ومفيش اي جديد انتوا بتقدموه للنادي الاسماعيلي. فطبعا الاعضاء محدش منهم رد خالص ومحدش يتكلم، لان طبعا كانت الامور ممكن تتواصل وان الامور ممكن توصل لحتة مش كويسة. وده بقى الموضوع اللي خلى الاستاذ احمد فهيم بعد الماتش يقول لك استنوا النادي الاسماعيلي في الاسبوع ال15. واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده الفيديو اللي فات الحقيقة، وقلنا يعني لو في عضو مجلس إدارة نادي في التاريخ مستحيل ان هو يطلع يقول التصريح ده لجمهور فريقه، ان انت بتقول لهم بقى استنوني بعد الاسبوع ال15. وزي ما قلت لحضراتكم هو مسح البوست ده على طول، لان الناس كلها دخلت ما رحمتوش. يعني تعالوا كمان اقول لكم ان نادي الاسماعيلي في شهر 9 اللي احنا فيه هيلعب 4 مواجهات، ومواجهات نارية ومواجهات صعبة جدا جدا. الحقيقة النادي الاسماعيلي هيلعب قدام زد يوم الجمعة 12/9 في استاد القاهرة، وبعدها على طول بقى هيرجع لمباراة الديربي والقمة قدام الزمالك يوم الخميس يوم 18/9، وبعدها هيروح على استاد الجبل الاخضر وهيقابل نادي انبي يوم الاربعاء، المواجهة يوم 24/9، واخر مباراة في شهر 9 هتكون قدام البنك الاهلي في استاد اسماعيلية يوم 29/9. مواجهات الحقيقة صعبة جدا وقوية جدا، ومفيش مجال فيها لتفريط عدد كبير من النقاط. والثلاثة بونت اللي ضاعوا في مباراة غزل المحلة الواحد حزين عليهم بشكل كبير جدا، لانهم كانوا هيفرقوا مع النادي الاسماعيلي 4 مواجهات. نتمنى ان النادي الاسماعيلي يحقق فيهم اكبر قدر من النقاط. كمان في نفس موضوع اللعيبه والفريق الاول، الجهاز الطبي بقياده دكتور مجدي الباز بيحاول ان هو يجهز محمد نصر للمباراه المقبله قدام زد، وده عشان يتم تعويض عبد الكريم مصطفى اللي تعرض لحاله طرد في مباراه غزل المحله اللي فاتت. زي ما احنا عارفين ان محمد نصر غاب عن مباراة النادي الاسماعيلي مع طلائع الجيش وكمان غزل المحلة، ومن المفترض ان هو يرجع الفترة اللي جاية. ففي محاولات بناء على كلام من المدير الفني ميلود حمدي ان يتم تجهيز محمد نصر عشان يشارك مع النادي الاسماعيلي اساسي قدام زد، وان المباراة طبعا هتكون مهمة جدا جدا ومحتاجة لكل اللعيبة اللي موجودة مع النادي الاسماعيلي. تعالوا بقى نروح للمشكلة والموضوع الاهم على الساحة داخل النادي الاسماعيلي، وهي مشكلة خالد النبريسي. الحمد لله فضل وكرم من عند ربنا ان احنا كنا من اوائل الناس اللي سلطنا الضوء ان في مشكلة كبيرة جدا جدا عند خالد النبريسي، واتكلمنا عليها هنا في قناتنا على اليوتيوب، وكمان اتكلمت في اكتر من بوستات على صفحتي على الفيسبوك. وان الحمد لله بعد ما طرحنا الموضوع ده لقينا جمهور نادي الاسماعيلي بدأ يسلط الضوء على المشكلة دي، وبدأ يسأل ويقول هو فعلا خالد النبريسي غايب ليه وما بيشاركش مع النادي الاسماعيلي ليه. طبعا خلينا نحكي الموضوع بقى. واللي حصل امبارح ان الاعلامية على قناة نايل سبورت الاستاذة سماح انور فجرت في فيديو كبير جدا وقالت ان في مشكلة عند رئيس النادي الاسماعيلي بتخص خالد النبريسي، وافتتحت كلامها وقالت ان خالد النبريسي تعرض لتفتت في عضلة الكوع، وبالتالي رئيس النادي الاسماعيلي اخذ اللاعب وسفره في مستشفى للقاهرة. وقالت بالنص كده ان المستشفى دي فيها قريب رئيس النادي شغال فيها، وقال ان هم عملوا عملية على حساب النادي والنادي بالفعل دفع تكاليف العملية. والاعلامية سماح انور قالت ان السمعة
الصور اللي نزلت لخالد النبريسي الناس اتكلموا جوه النادي وقالوا ان دي عاهة مستديمة، وقالت الإعلامية سماح أنور إن ده بسبب إن الشريحة اللي تم تركيبها لخالد النبريسي مش مظبوطة، أو إن هي تم تركيبها بشكل غلط للاعب. وقالت بقى إن بسبب إن العملية اتعملت غلط دي عملت مشكلة كبيرة جدا جدا بالنسبة للاعب، وإن هي تسببت في قطع عصب اليد اللي ده بيحرك صوابع اليد بتاعت اللاعب. وقالت إن اللاعب محتاج يعمل عملية، ولكن العملية دي لازم تكون خارج مصر عشان يتم عملها بشكل كويس وبشكل دقيق وتفيد اللاعب ويرجع للملاعب بشكل صحيح. ده كل الكلام اللي قالته في الفيديو الإعلامية سماح أنور، واتهمت رئيس النادي الإسماعيلي إن هو بيتدخل في عمل الجهاز الطبي للنادي، وقال إن هو اللي تصرف وتولى وتصدر الموضوع ده. على طول بقى سريعا بعد ما الفيديو ده انتشر وعدد كبير من جمهور نادي الإسماعيلي شاركوا وبدأوا بقى يتكلموا في التعليقات، على طول نزل بيان من النادي الإسماعيلي واتكلم فيه الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي للنادي الإسماعيلي، وقال ان اللاعب خضع لعملية جراحية ناجحة، وان تم تركيب شريحة بشكل سليم وبشكل صحيح للاعب. وقال ان هو شارك في مباراة غزل المحلة بعد ما تم التأكد من سلامته وفي ان هو شارك بشكل سليم. وقال الدكتور مجدي الباز ان اللاعب هيخضع لعملية جراحية في فترة التوقف الدولي اللي احنا فيها عشان يتم ازالة بعض الاسلاك اللي موجودة في كوع اللاعب، وان الموضوع ده ملوش علاقة خالص بمشاركته مع النادي الاسماعيلي، والموضوع ملوش تأثير تماما على كوع اللاعب. الحقيقة موضوع خالد النبريسي ده تم ادارته بعشوائيه تماما، لان انا قلت لحضراتكم قبل كده اللاعب تم اصابته الموسم اللي فات وتحديدا في شهر 4، بنتكلم ان احنا بعد 4 شهور في شهر 8 لما شارك مع النادي الاسماعيلي، ولحد دلوقتي شكل الكوع بتاعه مخيف جدا، شكل الكوع بتاعه مريب الحقيقه، ومش فاهم ازاي غياب اللاعب كل الفتره دي. فالموضوع مشتعل تماما جوه النادي الاسماعيلي. الامر ده اللي خلى اللاعب نفسه بقى يقلق على مستقبل ايده، وهل فعلا نفعها مستديمه ولا لا. انت حتى اللعيبه اللي عندك انت كاداره مش عارف ان انت تحل الموضوع، مش عارف ان انت تعالج اللاعب بشكل سليم وبشكل دقيق. هنا النادي الاسماعيلي بينفي كل الكلام والاشاعات اللي طلعت، وقالوا ان اللاعب تم نجاح العمليه الجراحيه بتاعته، مفيش اي مشكله خالص، وان دراع اللاعب سليم جدا، وان الموضوع يعني بياخد وقت عشان دراع اللاعب يلم مره تانية. الامر التاني الكلام بقى اللي بيجي من بعض من جمهور نادي الاسماعيلي ومن بعض الاخبار اللي بيتم تسريبها من جوه النادي، ان اللاعب بالفعل عنده مشكله كبيره جدا وهيعاني منها على الفتره اللي جايه، وان لازم يتم التدخل الجراحي العاجل ويتم علاج اللاعب بشكل فوري عشان الموضوع ما ياثرش على دراعه في الفتره اللي جايه، وان الامور تخرج عن السيطره كلها. احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا، بنتمنى العلاج السليم للاعبنا خالد النبريسي، ونأمل ان شاء الله ان الظروف تكون افضل واحسن ليه، وبنتمنى ان ادارة الاسماعيلي تنجح في ازالة كافة المعوقات اللي بتواجه اللاعب، ولازم نحافظ على سلامته وعلى صحته، لان اللاعب ده مرتبط بعقد مع النادي الاسماعيلي، وان اللاعب يعني ما بيبخلش باي نقطة عرق. كل امنياتنا بالتوفيق لخالد النبريسي ويرجع بشكل سليم للملاعب مرة تانية. تعالوا بقى نروح لاخر موضوع معانا في الفيديو، وهو بعض الانباء اللي طلعت من داخل ادارة النادي الاسماعيلي ان هم بيفكروا بشكل جدي في تقديم استقالتهم ويبعدوا عن النادي الاسماعيلي. طبعا احنا سمعنا الكلام ده اكتر من مرة وسمعناه كتير، ولكن في الظروف الصعبة اللي النادي الاسماعيلي بيعاني منها، احد اعضاء مجلس ادارة النادي الاسماعيلي اتكلم ان هو بيفكر في تقديم استقالته من النادي الاسماعيلي، وهيحاول كمان يقنع بقية الاعضاء بتقديم استقالتهم. والسبب هو ان مفيش اي جديد نقدمه، مفيش موارد عارفين نوفرها للنادي الاسماعيلي. مسألة فك القيد في يناير المقبل الناس ما عندهاش الثقة ان هي تفك القيد وتفتح الموضوع ده ويتعاقدوا مع لعيبة. الناس بتقول يعني او العضو بيقول ان احنا ما عندناش اي حاجة جديدة نقدمها، وان الحقيقة الموضوع ده صعب جدا الفترة اللي احنا بنعيشها. وقالوا يعني ان مفيش اي حد بيساعدنا، اي حد بيدعمنا ويحاول ان هو يتبرع بفلوس للنادي الاسماعيلي. انا هنا بقول لاعضاء ادارة النادي الاسماعيلي
كل دقيقة يا عم، سيبك من دقيقة، كل ثانية حضراتكم قاعدينها جوه النادي الإسماعيلي ده موضوع بيبقى صعب جدا وضد مصلحة النادي الإسماعيلي. طالما أنت قاعد ما عندكش القدرة ولا الكفاءة إن أنت تحل مشاكل النادي الإسماعيلي، خلاص بكل احترام وبكل أدب هتقول إن أنا هقدم استقالتي وهمشي من النادي الإسماعيلي. إيه اللي يجي بعد كده بقى أو مين اللي يجي، ما تشيلش يا عم هم النادي من بعد رحيلك. هي كده كده العملية خربانة والعملية أصلا مش نافعة. هتيجي حضرتك تقول لي طب ما هو مين اللي هيمسك؟ ما هو كده نخلي الإدارة موجودة. هقول لك وحضرتك ما الإدارة موجودة، إيه اللي حصل؟ إيه الجديد اللي اتقدم؟ إيه الخير اللي إحنا شفناه على إيد الناس دي؟ فالعملية كلها بايظة. أتمنى الأنباء دي تكون صحيحة، أتمنى إن الناس تستعجل في تقديم استقالتها من النادي الإسماعيلي. مش عايزين الأمور تخرج عن السيطرة. كفاية اللي شفناه تحت إيد إدارة النادي الإسماعيلي الحالية، الأمور كلها صعبة جدا. زي ما قلت إن الناس ما عندهاش أي جديد يقدموه، الناس خلاص مفيش موارد عارفين يجيبوها. فكرة القرض اللي بيتكلموا عليه بقالهم 100 سنة لحد دلوقتي لسه مش عايز يتصرف، وإن في بعض المعوقات اللي بتحصل قدامهم، فبالتالي الأمور كلها راحة لطريق مسدود. فنأمل ونتمنى إن إحنا نسمع خبر رحيلهم قريب جدا. كل امنياتنا بالتوفيق للنادي الاسماعيلي الفترة اللي جاية، وان شاء الله باذن الله يعني تيجي ناس تكون مخلصة وناس عارفة قيمة ومكانة النادي الاسماعيلي. خلصنا الفيديو بتاعنا، نأمل ان حضراتكم تقولوا رأيكم ووجهة نظركم في التعليقات تحت، ونفكركم دايما ما تنسوش تدوسوا لايك للفيديو. احنا الدراويش، انا الاسماعيلي، انا الفن والحرفنه واللعب البرازيلي من ايام رضا وشحته والعربي وميمي درويش، والدراويش هم الدراويش، الدراويش هم الدراويش.